للأسف الآيباد بعد استخدامه 5 شهور البطارية بدأت تفضي شحن أسرع من ما كان عليه الجهاز أول ما جبته، وللأسف أداء المعالج يتراجع مع التحديثات. السلام عليكم، عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا بخير ان شاء الله. في بداية الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. فيديو النهاردة هيتكلم عن تجربتي على مدار ال5 شهور بايباد بوكو باد المقدم من شركة بوكو التابعة لشركة شاومي. ياريت تكمل الفيديو للاخر لو يهمك امر الايباد او بتفكر تشتريه عشان ما ترجعش تندم. ما تنساش الاول تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة عشان انا بفيد الناس وعن تجربة شخصية مش مجرد كلام وخلاص. انا اشتريت الايباد ده يا شباب من 5 شهور تقريبا، وكان اداء الجهاز ممتاز وكويس جدا جدا بصراحة. ما كانش فيه اي مشكلة، ولكن في اخر فترة اللي هي الفترة الحالية وانا بلعب بالجهاز في لعبة ببجي موبايل، لما بنزل مكان فيه تجمع ناس كتير او عدد كتير من الناس بيبدأ الايباد يوقع فريمات معايا ويهنج لفترة قصيرة جدا لا تزيد عن ال10 ثواني مثلا، ثم بتتراجع حالة استقرار الفريمات تاني بدون أي مشاكل. وأعتقد إن ال10 ثواني دول هم أهم 10 ثواني أصلا من أول ما بتنزل من الطيارة، لأن أنت بتكون عايز تلوت وتجيب كلات. مع العلم يا شباب الآيباد بيهنج فقط لما يكون مثلا في 40 لاعب أو 35 لاعب وأكتر كمان، يعني لو أقل من كده، وأعتقد لو أقل من ال40 مش هيوقع فريم برضه. وللأسف الشديد يا شباب الحاجة المؤسفة جدا حرفيا هو إن أداء البطارية بتاعة الآيباد بدأت تقل بشكل ملاحظ، يعني بيستهلك جامد من طاقة البطارية. للعلم إن طاقة البطارية 10,000 أمبير، يعني كويسة جدا جدا وتكفيك فترة كبيرة مع اللعب المتواصل بشكل جميل. ولكن بعد استخدامي للآيباد على مدار أول 4 شهور كان ممتاز، ولكن الفترة دي الاستهلاك للبطارية بقى متهالك شوية، أو بمعنى أصح البطارية بدأت تنزل بشكل ملاحظ عن الأول. بس كده يا شباب دي المشاكل اللي أنا واجهتها شخصيا لحد الآن، وهفضل متابع مع حضراتكم أول بأول إن شاء الله عشان أقدر أساعد الناس قبل ما تشتري حاجة. وشكرا للمشاهدة، وشكرا لكل شخص عمل لايك جميل شبهه وعمل متابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.